القصة اللي معانا النهاردة هي قصة مأساوية عن بنت عندها 24 سنة. ذنبها الوحيد انها كانت عاطية الامان لكل حاجة في حياتها. واسم صاحبة القصة هي كولين رايتزر، واللي كانت مدرسة رياضيات في مدرسة ثانوية اسمها دنفر في مدينة دنفر الأمريكية. هي مدينة صغيرة، وكولين كانت محبوبة من كل جيرانها، وكانت بتحلم بوظيفة التدريس من زمان. ولكن حظها الوحش وقعها في طريق شاب مستهتر واسمه فليب، قضى عليها وهي ملهاش ذنب في أي حاجة. فخليكم معايا وهتعرفوا كل حاجة عن ضحيتنا النهاردة كولين رايتزر، ونرجع ونقول على الله حكايتنا. السلام عليكم اعزائي المتابعين والمشاهدين في كل مكان من كل انحاء العالم العربي. وبداية قصتنا حصلت في يوم 22/10 سنة 2013، وحصل اللي ما كانش في الحسبان. في البداية كان يوم دراسي عادي زي اي يوم، وفي نهاية اليوم الدراسي طلبت كولين من الطلبة اللي عندهم مشاكل في مادة الرياضيات، المادة بتاعتها، انهم يفضلوا نص ساعة اضافية عشان تساعدهم على فهم اي حاجة واقفة قدامهم. وده كان طبع كولين، كانت بتحب انها تساعد الناس كلها زي ما حضراتكم هتساعدوني دلوقتي وتنزلوا تحطوا اللايك. المهم، وفي خلال النص ساعة خرجت كولين من الفصل بتاعها رايحة الحمام، وديت كانت اخر لحظة شافوا فيها كولين على قيد الحياة. وبعد ساعة تقريبا، بعد ساعة خرجوا الطلبة كلهم من المدرسة، ومرت 3 ساعات وكولين ما رجعتش للبيت. استغرب اهلها، وكمان اللي حيرهم ان تليفونها هو كمان مقفول. فبدأ القلق يمسكهم، وراحوا وبلغوا الشرطة عن غياب بنتهم كولين. وحاجة غريبة كمان حصلت في اليوم ده، ان بعد ما انتهى وقت المدرسة كان في تمرين كرة قدم للطلبة، ولاحظ المدرب ان في حد من الطلبة ما حضرش التمرين وما اعتذرش، لكن المدرب ما كانش عنده اهتمام بالموضوع. وفي نفس الليلة جالهم بلاغ من عن طالب مفقود واسمه فليب، وعنده 14 سنة، وبلغت الشرطة ان ابنها مرجعش من المدرسة من الصبح ومش بيرد على تليفونه. وفليب ووالدته كانوا لسه منقولين جديد للمدينة بعد ما انفصلت عن ابوه، وفليب ما كانش مستريح للمدينة ديت خالص، وعشان كده كان معزول وما كانش بيحب يختلط بأي حد من زمايله، وكان نفسه انه يسيب المدينة ويرجع لمدينته اللي اتربى فيها. لكن والدته واسمها ديانا قدرت انها تقنعه ان المدينة جميلة، وبدأت السلطات والشرطة انهم يبحثوا ويدوروا على فليب وكولين. وبعد البحث بدأوا ان هم يجيبوا الكاميرات، وتأكدوا ان فليب وكولين كانوا موجودين في الفصل قبل ما يختفوا. وركزت الشرطة في التحقيقات على فليب عشان هو قاصر ومعرض للخطر اكتر من كولين. وبعد ما قدروا يتبعوا تليفونه، قدرت الشرطة انها تحدد انه كان اخر مكان راح فيه السينما، وبعد خروجه من السينما اختفى. وطلبت الشرطة لقطات من كاميرات المراقبة من المدرسة عشان يوصلوا لبداية اختفائهم، يوصلوا لبداية الخيط. وبعد ما رجعوا للكاميرات اتضح ان فليب راح ورا كولين الحمام زي ما هتشوفوا في الفيديو، ولقوا بقع دم في الحمام، وكمان لقوا شنطة كولين مرمية في حوش المدرسة بس فاضية مفيش فيها اي حاجة خالص. هنا اتأكدت الشرطة ان الموضوع اكبر من انهم مفقودين، وعشان كده رجعوا للتفتيش ومراجعة كل كاميرات المراقبة جوه وبره المدرسة. وبدأت الشرطة تفتش حوالين سور المدرسة، وبدأت تجيب كلاب بوليسية مدربة وفرق بحث. وفي نهاية البحث قدروا انهم يلاقوا جثة كولين مرمية بين الشجر ورا المدرسة، وكانت عريانة مفيش عليها اي ملابس، والدم مغرق كل جسمها. وكمان لقوا ورقة مرمية جنبها مكتوب فيها بكرهكم كلكم. وهنا بقى فليب مشتبه فيه رئيسي في القضية فقتلوا كولين. وبعد البحث ومراجعة اللقطات والتدقيق فيها اتضح ان فليب خرج ورا كولين الحمام، وكان شايل معاه صندوق صغير فيه سكاكين، ودخل على كولين الحمام وبدأ يطعنها. وفي وقت ما هو في الحمام دخلت عليه طالبة وقالت في التحقيقات انها شافته عريان، فتوقعت انه بيغير هدومه،
فخرجت بسرعة من غير ما تكلمه. وبعد التحقيقات اكتشفت الشرطة كل اللي حصل في الجريمة، واتأكدوا ان فليب كان مخطط لكل حاجة، لانه بعد ما خلص جريمته راح وجاب صندوق قمامة كبير وحط جثة كولين جوه الصندوق، وخرج من المدرسة عشان يرميه وسط الشجر بعيد عن المدرسة. وبعد كده رجع للمدرسة وغير هدومه لان كان عليها اثار الدم وخفاها بعيد. وبعد كده ساب المدرسة وراح السينما، وكده الشرطة اتأكدت ان فليب هو القاتل. فبدأت الشرطة تدور عليه، وعممت الشرطة اوصافه ونشرت صورته لحد ما تم القبض عليه في طريق سريع كان بيستعد للهروب. واكد الطب الشرعي ان كولين تم خنقها وطعناها 16 طعنة، وقام باغتصابها، وتم توجيه التهم لفليب بالقتل العمد والاغتصاب، لكنه كان مصمم انه مش مذنب. وفي سنة 2015 بدأت احداث المحاكمة، وطبعا تمت محاكمته على انه شخص بالغ. وفي فترة وجوده في السجن قبل المحاكمة هاجم الحارسة بتاعت السجن واعتدى عليها. محامية فليب دفعت عنه وادعت انه مريض نفسي وعقلي، وانه مش مسؤول عن تصرفاته، وكان بيعيش تحت ضغط ان ابوه وامه منفصلين عن بعض. وديت كانت محاولات من فليب والمحامية بتاعته عشان يكسبوا تعاطف القضاة ويخففوا عنه الحكم. ولكن النيابة انكرت دفاع المحامية بتاعته، واكدت النيابة ان فليب مسؤول عن تصرفاته وكان مخطط لكل حاجة، والادلة بتثبت كده. وقام القاضي واستعان بدكتور خبير نفسي عشان يكشف على فليب ويقيم حالته النفسية والعقلية وسلوكه، وقدر الخبير ان يثبت ان فليب بيتمتع بصحة عقلية كويسة جدا، ومش بيعاني من اي اضطرابات نفسية ولا عقلية. وبكده ادانت هيئة القضاء فليب وحكمت عليه بالسجن المشدد مدى الحياة. وانتهت المحاكمة بسجن فليب مدى الحياة. وبعد ما انتهت محاكمته انشأوا جمعية لمساعدة الاطفال باسم كولين رايتزر، وحضر جنازتها اكتر من 1000 شخص من الطلبة والناس اللي كانوا مهتمين بقضيتها. وبكده اتقفلت قضية كولين، واللي راحت ضحية شخص مش مريض نفسي، ولكن نقدر نقول عليه انه انسان مستهتر. وبكده نكون قدرنا نقدم القضية بكل تفاصيلها، واستنوني في حلقات تانية، ويا رب اكون قدرت اقدم الحلقة بكل تفاصيلها. ويا ريت ما تنسوش في اللايك والاشتراك في القناة لو مش مشترك عندي. ولكم مني جزيل الشكر والاحترام. شكرا لحضراتكم، شكرا لكم.